السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، ولقاء جديد بإذن الله في شرح درس ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. البداية يا جماعة في الدرس ده بتبدأ من إن محمد علي بيظهر إمتى وبدايته بتكون إمتى. وبنقول أول حاجة إن محمد علي بيظهر في أنهي فترة. في فترة كده يا جماعة من 1801 ل 1804. الفترة دي يا جماعة هي فترة اسمها فترة عدم الاستقرار وفترة الفوضى وكثرة الثورات والفتن في مصر. وبيقول لنا إن في 3 قوى تصارعت على الحكم. أول قوة هي الإنجليز، تاني قوة هم المماليك، تالت قوة هم العثمانيين. وكل واحد فيهم شايف إن هو الأقدر بحكم مصر، كل واحد ليه أسبابه في كده. ولكن في النهاية بترجع مصر لولاية الدولة العثمانية. وعندنا كده لفظ في اللغة العربية في الكتاب بتاع المدرسة اسمه الاستئثار، ان في 3 قوى تريد الاستئثار. كلمة الاستئثار معناها السيطرة او ضمان الحكم على مصر. طيب، رجعت مصر تاني دولة عثمانية، وبدأت الدولة العثمانية تعين مجموعة من الولاة. بنقول ان هم عملوا مشاكل مع المصريين في شدة فرض الضرائب والإتاوات على المصريين. في وجهة نظرك هل المصريين هيسكتوا؟ طبعا ده ما حصلش. فبدأ المصريين يا جماعة يعملوا ثورة ضد العثمانيين. حلو. الثورة دي يا جماعة ظهرت وبدأت بقوة كبيرة جدا 1804، ومن هنا هيظهر دور الشعب المصري، ومن هنا هيظهر برضو دور محمد علي. محمد علي كان جاي مصر ليه يا مستر؟ أولا الراجل ده هو جاي من مقدونيا، راجل يوناني. يا طبعا مقدونيا تبع اليونان. حلو. الراجل ده جاي من مقدونيا، طب جاي ليه؟ جاي مع الجيش العثماني اللي جاي يطرد الحملة الفرنسية. طب وبعدين؟ لما لقى ان الشعب المصري عمل ثورة، فخاف ان تصيب الثورة جنوده. يبقى هو عمل ايه؟ خاف، خشى. فعمل ايه بقى؟ تظاهر وجاهر بانه مع الشعب المصري، وامر جنوده باحترام الشعب المصري، وامر جنوده بعدم فرض الضرائب ومعاملة المصريين معاملة حسنة. هنا بيظهر الشعب المصري، وهنا بيظهر محمد علي. محمد علي بيظهر كرجل عادل محب للعدل ويكره الظلم. وهنا الشعب المصري يظهر في انه يحب محمد علي ويقدر محمد علي جدا، ويطالب ان محمد علي هو اللي يحكم البلاد. فمحمد علي يرفض ويقول لهم لا، انا مش عايز احكم، وعاوز اللي يحكم بدالي هو خورشيد باشا. وخورشيد باشا برضو مش هينفع يحكم، وبرضو كان فاسد. فالشعب المصري صار عليه وعمل جلسة لأول مرة في التاريخ الحديث. الجلسة دي كانت في مكان يسمى دار المحكمة أو بيت القاضي، وقرروا عزل خورشيد وتعيين محمد علي. عشان كده هنا بيجي لك سؤال، أن يوم مهم جدا في مصر اللي هو في مايو 1805 بيتم عزل حاكم وتعيين حاكم بإرادة الشعب. ودي تعتبر أحد النتائج المهمة للحملة الفرنسية على الجانب السياسي. طيب، وبعدين يا مستر إيه اللي حصل؟ بالنسبة لمحمد علي قلنا تم عزل خورشيد وتعيين محمد علي، وقالوا له لا تفعل شيئا دون الرجوع إلينا. محمد علي برضو لسه لم يتم تثبيت حكمه، فذهبت الزعامة الشعبية لمين؟ للسلطان العثماني. وبالفعل صدر فرمانا بتعيين محمد علي وعزل خورشيد. وخلي بالك كلمة فرمان معناها أمر يصدره السلطان واجب التنفيذ. ده يا جماعة الجزء الأولاني من درس ثورة الشعب وتولية محمد علي.